النهارده ده فلوج بسيط، هيبقى عبارة عن فود شوبينج وتحضير أكل، ممكن تمرين. هو أنا بس مستني الترايبود بتاع التليفون يجيلي يوصل لي. ساعتها أقدر إن أنا أصور، لأن الترايبود اللي عندي بتاع الكاميرا بس، الكاميرا لسه عايز أظبط فيها شوية حاجات فمش عارف أستخدمها حاليا، فبالتالي مستني الترايبود بتاع التليفون يجي عشان أعرف أصور بيه في الجيم. فهحاول أصور. التمرين النهارده عندي ظهر، فهحاول أصورها أوريكم بعمل إيه دلوقتي. بس انا دلوقتي بعمل وينجز، اللي هي اجنحه الفراخ او ورك الفراخ يعني. هنا على الاير فراير لسه بتطبخ حبه كمان. انا بحب اكل اجنحه او ورك الفراخ من وقت للتاني كتغيير، لان الواحد بياكل دايما صدور الفراخ على طول على طول على طول، فبزهق منها. كمان ده انا مش بحضر حاليا، انا لسه في المرحله ما قبل الاوف سيزون، يعني ممكن اسبوعين ثلاثه. دلوقتي في حاجه اسمها ريكامب، اللي هو يعني هريح جسمي شويه و وهخلي وهجهز جسمي للاوف سيزون. دي الميداليات اللي انا اخدتها سو فار من البطولات اللي دخلتها. كنت جايب فيهم رابع تالت. طبعا لسه كانت يعني اول بطولات ليا، واحد لسه بيبدأ فمش وحش. وده كمان في المفتوح، دي في الاوزان المفتوحه، واحده منهم بس كانت كلاسيك، الاثنين التانيين في الوزن المفتوح اوبن هيفي ويت بودي بيلدينج. احنا دلوقتي ممكن فاضل لي حوالي اسبوعين او ثلاثه وابدا الاوف سيزون. الاوف سيزون هيبقى حوالي 4 شهور، وهيبقى التحضير بتاع البطولة هيبقى تقريبا من نص واحد او من اول واحد على حسب. وهتبقى البطولة في شهر 4 ان شاء الله. ده لو كل حاجة مشيت زي ما انا متوقع. لو في اي تغييرات طبعا كل حاجة هتتأجل شوية. ده لو حصل اي تغييرات هيبقى في طبعا بطولات من اول ابريل لحد اخر السنة، فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. فاحنا في مرحلة الكامب دي او الريكامب، بنحاول ان احنا نحافظ، بنخلي يعني الصحة كويسة على قد ما نقدر. بنحاول نخلي شكل الجسم كويس، اللي هو لا ناشف قوي، ولا في نفس الوقت معبي فات كتير، يعني الفات بيبقى قليل جدا. ممكن كمان انزل عن كده شوية كمان، بس يعني دلوقتي مش وحش. علشان لما يجي الاوف سيزون يبقى الجسم مريح، الجسم يكون كمان. دلوقتي مش باكل، يعني قللت الاكل شوية علشان بس جسمي يرتاح من الاكل الكتير ومن الهضم ومن كل حاجة. او الدنيا بتشتي. هذه السيارة سيارتي، ودي سيارة للباك اب، يعني وقت الحاجة لو جه التراك بتاعي عطل او حصل له اي حاجة يبقى فيه بديل. عشان اللي انا فيه ده ما فيهوش مواصلات، هنا ما فيش مواصلات. المشكلة ان هو قذر جدا ومحتاج يتنضف. دلوقتي رايحين نجيب اكل من كاسكو. كاسكو ده يا جماعة محل بيبيع الاكل بكميات كبيرة وبسعر اقل من السوبر ماركتس، زي مثلا في مصر كده فتح الله والاماكن اللي زي كده، اللي بيبيع الحاجة بالجملة. هي دي الكلمة، بيع الحاجة بالجملة. انا مش عارف ليه شكلي اكني مضروب تحت عناية بالبنية، ولا هو اللايت ولا ايه، انا مش عارف. عنوان الفيديو بقى او سبب عنوان الفيديو ان انا خسرت شغل امبارح. انا كنت ببيع عربيات، انا كنت بشتغل في معرض عربيات، كنت سيلز بروفيشنال، كنت في مكان كويس يعني كشغل. وجي امبارح انا قاعد على المكتب بتاعي. عامه السوق بطيء جدا، يعني ما اولا الانفليشن او التضخم اللي في البلد مش سامح للناس انها تعمل اي حاجه زي زمان، وكل الاسعار غليت جدا. فاصلا كده الناس مش معاها فلوس انها تشتري عربيات. وفي نفس الوقت اللوكيشن او الموقع بتاع المعرض بتاعي مش موقع ترافيك، يعني مش موقع
ان الناس تيجي وتطلع وتخش وتبقى موجود في ناس كتيره يعني. فكده كده كانت الدنيا سلو جدا. فانا كنت قاعد على المكتب بتاعي مش لاقي حاجه اعملها، وفجاه لقيت المدير بتاعي بيناديني، 2 مديرين بينادوني تعالى عايزين نتكلم معاك. فانا قلت اكيد هيكلموني في حاجات عاديه يعني. مدير بيتكلم معايا، واحد منهم قاعد والتاني قاعد جنبه بيتكلم معايا، وبيقول لي انت دلوقتي رجعت وبقيت احسن، عشان كنت من حوالي 3 اسابيع كنت في المستشفى، وقعدت في المستشفى حوالي 5 أو 6 ايام وما كنتش رحتش الشغل يعني. فلما رجعت الشغل قالوا لي الحمد لله على السلامه، دلوقتي بقيت احسن وكده، بس احنا زي ما انت شايف الدنيا سلو ومفيش شغل وانت قاعد مش بتعمل حاجه، الاحسن انك تروح تعمل حاجه برودكتيف لنفسك. قلت له مش فاهم عايز ايه يعني. قال لي انا شايف ان احنا دلوقتي خلاص we part ways، يعني خلاص ان احنا ننفصل عن بعض، او ان انت يعني ما تشتغلش معانا تاني بسبب اللي انا قلته من شويه ده. فانا قلت له طب هو ده يعني ينطبق عليا لوحدي ولا على بقيه السيلز جايز يعني؟ قال لي بص هو انت اجدد واحد موجود، فانت اللي هتاخد الليله، انت اللي هتشيل الليله يعني، لو هنمشي حد انت اللي هتمشي يعني. فانا هبقى صريح، انا ما كنتش زعلان. ليه؟ لان انا اصلا كده كده ما كنتش بعمل كويس في الشغل ده يعني. انا ما كنتش بعمل فلوس كويسه في الشغل ده يعني. انا كنت بعاني من حاجات معينه بسبب قله الفلوس اللي في الشغل ده، بس انا كنت عندي امل في ربنا ان هو الموضوع يشتغل واحده واحده، ابدا ابني كلاينت بيس يعني عملاء واحده واحده، وابدا ان انا ابيع كده كده كده. عامه كل حاجه في الدنيا بتاخد وقت، فانا يعني كنت سايب الموضوع لربنا وقلت ايه زي ما تيجي. فما اتضايقتش قوي، لان اصلا كده كده زي ما قلت لك ان الموقع بتاع المحل او المعرض كده كده مش موقع اللي هو بيجذب الناس ليه. فحتى لو الموضوع اخد وقت بالنسبه لي ان انا ابني عملاء وكده، مع قله الترافيك او قله انجذاب الناس ما كانش هينفع قوي. فقلت له عامه يعني انا بحترم، انا قلت له انا محترم ان انت بتتكلم معايا باسلوب كويس، ومحترم ان انت معترف ان المشكله مش عندي يعني، مش انا مثلا اللي مقصر في شغلي. قلت له طب انا ينفع طيب افضل قاعد لحد ما الاقي شغل تاني؟ قال لي لا. قلت له طب انا هعمل ايه؟ انا عندي مصاريف وايجار وناس مسؤوله مني وعندي ابن قال لي هو الديسيجن از تيكن، يعني خلاص احنا خدنا القرار والموضوع انتهى يعني. قلت له ماشي. سلمت عليهم هما الاثنين، قلت لهم it was a pleasure to work with you، يعني كان شرف ليا ان انا اشتغل معاكم. يعني انا مش شرف ليا قوي يعني، بس هو كلام كويس لان هما اتكلموا معايا باسلوب محترم يعني. وخدت بعضي ولميت حاجتي كلها ومشيت. وانا حاليا عاطل، هعمل ايه الله اعلم. انا لسه مواصل رحلتي زي ما انا، وبسعى وبعمل اللي عليا، ومش هيأس يعني عامه. ودي رساله مني لاي حد في نفس الموقف ده، خسر شغله او كان خسر شغله او في شغل مش بيعمل فيه كويس. صدقني مش هي دي النهايه يعني. انا ودي يعني حلاوه رحله كل شخص وحلاوه قصه كل شخص، ان انت مش عارف انت هيحصل ايه قدام. انت قاعد بتسعى وبتعمل اللي عليك وسايب الباقي على ربنا. يا خلاص انا خسرت شغلي، طب انا يعني هعمل ايه؟ مش تعمل حاجه، مش تعمل حاجه، كل عليك انك تسعى. انت مشكلتنا ان احنا بنربط السعي بالنتيجه، وده مش صح. لان انت ممكن تسعى 100 سنه وما توصلش اللي انت عايزه، عشان مش ده اللي ربنا كاتبه لك. وممكن تسعى يوم وفجاه تلاقي الدنيا فتحت معاك، انت ما تعرفش ازاي. انت كل اللي عليك انك تسعى، فانت اسعى وبس، اسعى وبس، وما تنعش هم حاجه. ما تقعدش تفكر هتدفع الايجار ازاي، او هتجيب اكل وشرب منين، او هتصرف على اولادك ومراتك منين، ولو في اي حد تاني في رقبتك مسؤول منك. ما تنعش هم حاجه. صدقني انت لما تسيب الدنيا كده هتبقى مرتاح البال. لما يحصل لك اي مصيبه زي انك مثلا تخسر شغلك، تترفد، او يقعدوك من الشغل لاي سبب إن كان، خلي بالك مش شرط تكون المشكله من عندك، ممكن تكون المشكله من عندهم. فما تبقاش يعني ما تنعش هم الموضوع، وما تحملش نفسك فوق طاقتك، علشان مفيش داعي. صدقني مفيش داعي. انا حاليا بلا شغل، وممكن اكون متضايق شويه اكيد طبعا، مش هضحك عليك يعني، مش قاعد مبسوط ومفرفش، بس في نفس الوقت عارف ان في حاجه تانية هتفتح لي، وعارف ان طالما ربنا اراد ان ده يحصل،
اكيد في حاجه احسن قدامها تتفتح لي. قدام امتى معرفش، طب ايه اللي هيتفتح لي معرفش. انا كل اللي انا اعرفه ان انا ماشي في طريقي زي ما انا بعمل اللي بحبه، بلعب الرياضه اللي بحبها، وبسعى وبعمل اللي عليا. ودي رسالتي لكل شاب يعني، او كل بنت، او اي حد عامه خسر شغله، او اي حد مش في بوزيشن او موقع كويس ماديا او اجتماعيا او كده. ما تيأسش وافضل اعمل اللي عليك واسعى بس. بصوا يا جماعة، محل فيه كل حاجة انت ممكن تتخيلها في الدنيا. أجهزة إلكترونية، حاجات بيت، عفش، حاجة أكل للبيت، كل حاجة. موبايلات، ساعات، أي حاجة أنت عايزة تلاقيها هنا. هدوم تلاقي. بس احنا مش هنجيب حاجات كتير النهارده، هنجيب بس فراخ ولحمة مفرومة بس. احنا هنا ادي الفراخ، بس مش دي اللي انا عايزها، هي زي التانية. ادي اللحمة، بس احنا مش هنجيب لحمة، احنا هنجيب جراوند بيف. ده يعني بصراحة من الحاجات المفضلة جدا ليا، الكروسون، فلازم اجيبه. دخل حاجة ازاي كده؟ ايه ده؟ بيت العطا. نخليه هنا عشان ايه؟ هناخد منه واحدة طبعا عشان احنا محترمين ومؤدبين، لازم نرجع العربية مكانها. وات ايه ده؟ ثانك يو. يلا دي خدها. عشق والله عشق. انا دقني بايظة خالص، لازم اعمل تعديل وجه. دلوقتي احنا ايه؟ دلوقتي هنطلع على الجيم، ناخد تمرين الظهر، ويا رب اعرف اصورها. عايز تخش مكاني؟ تعالى. خد بالكوا يا جماعه، الدنيا هنا برضو بتبقى زحمه زي مصر يعني، بتبقى زحمه. وهوريكم دلوقتي الجي بي اس ماب، الطريق كله احمر، ولو تشوف قدام اصلا الناس كلها بتفرمل والطريق مش ماشي يعني. انا بجد مش عارف ليه الدنيا لما بتمطر الدنيا بتتبل. ما عرفتش اصور التمرين يا جماعه علشان لا عرفت اجيب ترايبود ولا لقيت حد يصورني، فمعلش. ان شاء الله الترايبود اللي طلبته على امازون يوصل. هو لسه طالبه النهارده، فهو او امبارح تقريبا، فهو ممكن يوصل يا النهارده يا بكره الصبح. وساعتها هنقدر نسجل حتى لو مفيش حد يسجل لنا. بس تعال نشوف الظهر بقى. ايه ده؟ ظهري حلو، ظهري حلو، فورمه مش وحشه قوي، بس زي ما انا قلت ده كل ده ريكومبوزيشن، وان شاء الله 3 اسابيع بالكتير قوي وهنبدا اوف سيزون. هنحط حجم حلو علشان ننافس السنه اللي جايه ان شاء الله. بص على رجلين كمان. الرجل دايما عندي كويسه، حتى لو حجمي فوق بيصغر لايا كان، تحت رجليها تبقى حجمها كويس يعني.
انا جيناتي كلها تحت، يعني انا رجليا اكبر من الجزء الفوقاني بكتير. بس حاجه كويسه احسن من العكس. كده خلصت تمرين، هنرجع البيت هنستحمى وهناكل وهنطبخ لسه وهنقفل الفيديو في البيت. كده اليوم خلص، جينا البيت استحمينا، ودي الوجبة: فراخ ورز عليها افوكادو رانش لايت. وظبطنا دقننا شوية. لو عايزين تعرفوا الحلاق اللي انا بحلق عنده هسيب لكم اسمه على الشاشة. حلاق جامد جامد جامد، بيجيب من الاخر يعني. ده اللي هو انا طبعا. انا بعمل كل حاجة بنفسي، مش بحب اروح للحلاقين لاي حاجة، صدقني يعني. ده كده النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون افدتكم بحاجه في الكلام اللي اتكلمت فيه في العربيه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت اصلا ما عملتش، علشان ما يفوتكش كل الفيديوهات اللي جايه والحاجات اللي انا هعملها. واشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. بيس.